الجهل وقافة كل عصر وقافة كل زمان. مفيش حد فينا بيحب لفظ جاهل يتقال عليه، سواء جاهل بمعلومة يعني مش عارفها، او جاهل اللي هو امي، او جاهل اللي هو لا يعلم شيء في اشياء الحياة. بس اسوأ انواع الجهل هو الجهل اللي عن يقين، اللي هو سيبني بجهلي بس انا بفهم اكتر منك وهذا ما وجدنا عليه اباؤنا. الجهل ممكن يخلي الانسان اللي ربنا مميزه عن سائر المخلوقات بالعقل، يخليه يصنع عجوة ويعبدها ويخليها اله ليه، ووقت لما بطنه تقوم عليه يقوم واكل الهه. زي بالظبط اللي ممكن يروح عند قبر واحد ميت او دجال حي ويطلب منه المغفرة، السماح، القوة، الطاقة، وساعات القدرة الجنسية. والجهل ممكن يخلي الإنسان يلغي عقله بسبب خوفه من بكرة، أو بسبب إنه خايف أو مرعوب من أي شيء أيا يكن، فبيكون الطريق الأقصر ليه إنه بيسلم نفسه للإيحاء أو الخرافات. الجهل هو شيء من أشياء كتيرة ما بتفرقش بين فقير وغني، أحيانا جاهل أمي ومتعلم في مدارس أجنبية كمان. في المجتمعات الغنية بين قوسين العلم هو أهم سلاح فيها. الاستثمار في العلم بيكون أضعاف الاستثمار والإنفاق في الأسلحة وفي النووي. الحاجات دي أشياء سنوية الإنسان صنعها عشان يدافع بيها عن ذاته في وقت الحروب اللي هي كده كده اتلغت أساسا. فبيكون الشيء الأساسي هنا هو، استغفر الله العظيم يا رب بعيدا عن السامعين، هو الاستثمار في البشر وليس الحجر. وصناعة الإنسان، بنى الانسان نفسه اللي هيصنع لنا احنا كل حاجه بعد كده. طب هل ده معناه ان المجتمعات المتقدمه يعني ما عندهاش جهل او خرافات؟ لا طبعا، هم عندهم ولعن مننا كمان، بس معلش عديها وسيبنا افرش عشان هدخل لك باول مثال. عندك مثلا اليابان او كوكب اليابان، بعد تفجير هيروشيما وناجازاكي اللي كانوا اهم مدن اليابان وبيمثلوا نشاط صناعي استراتيجي عسكري، كل ده بقى عباره عن حطام. وبعد موت الالاف وانعدام مظاهر الحياه والشكل السيء اللي بنشوفه ده، بتقرر اليابان وبيقرر العالم كله انهاء حاله الحرب. قبلة الحياه هنا بتيجي في مدينة هيروشيما اللي ما كانش متنبأ لها مظاهر الحياة مرة تانية غير بعد 70-80 سنة، بنبتة الطفلة اللي ظهرت في أرض هيروشيما اللي مليانة بالحطام والمواد المشعة اللي بتديهم الأمل بعد الإعصار القوي اللي بيصرف جزء كبير من المواد المشعة للبحار. هي دي الحاجة اللي حسستهم من المكان ده نقدر نعيش فيه من تاني، فبيقرروا يقفوا على حيلهم مرة تانية ويعيدوا إعمار المدينتين اللي ما كانش ليهم عيش تاني خالص. ممكن أكون توهتك معايا شوية، بس اللافت هنا هو إن اليابان بعد الإصلاحات في المدينتين من سكة حديد وإعادة إعمار وإلخ ان هم اهتموا بالتعليم. سكان هيروشيما كملوا تعليمهم اثناء ما كانش في مدارس وقتها، بل وكملوا دراسة نفس الترم بنفس كل حاجة، وما عطلوش نفسهم ولا اجلوا الدراسة. وكل ده على حطام المدارس اللي كانت موجودة قبل كده، وحتت الارض المتهالكة دي اصبحت فصول ليهم وكملوا تعليم في نفس الوقت، يعني حتى ما استنوش اعادة الاعمار. هو كده الشطرة تغزل برجل حمار. الفكرة هنا ان بعد القصف نسبة الاطفال المتعلمين عدت 90%، يعني ما حطوش ايديهم على خدهم وقالوا لك خربت خلاص، لا. وبعد ارسال المنح والمروح والمجاي وتبادل الثقافات والتعليم اللي على حق، وبعد سنين طويله رجعت الحياه تاني بالكامل للمدينتين، ورجعت هيروشيما متسيده العالم في صناعه الصلب والكيماويات وتصنيع العربيات زي مازدا مثلا، ورجعت المدينتين احسن من مكانه. طب يا عم حصه التاريخ دي، انت جاي تكلمنا في السينما ولا جاي تكلمنا عن كيفيه نهضه الامم يا تمساح ماده التاريخ؟ احنا بنقول ده عشان نهضه الحاكم او الزعيم واستثماره في البشر من نهضه الشعب، وعلى النقيض فساد الحاكم بيسبب جهل المحكوم. لما المحكوم يبقى جاهل والحاكم يبقى قابض على الدنيا بالحديد والنار، هنا بتكمن اللعبه. زي ما اليابان اول حاجه عملتها ان هي استثمرت في العلم بعد الحرب عشان يخلوهم اسوياء ويسودوا العالم، زي ما في بقعه تانية من بقاع الارض وما كانش فيها حرب اصلا، تحديدا بعد انتفاضه يناير 77 العقيد توفيق شركس استثمر في الجهل. وزي ما العلم سلاح، زي ما الجهل اقوى سلاح تحارب بيه مش العدو الغاشم اللي عايز يجيبك الارض، لا، تحارب بيه اللي منك، اللي بيفكر، اللي بيسعى لتغيير الواقع السيء اللي بقى اسوأ من واقع هيروشيما وناجازاكي نفسهم. الجهل ليه متطلبات. في حد فيهم بيعرف يقرا ولا يكتب يا مسؤول؟ ابدا يا فندم، ولا حتى بيفك الخط. حد منهم متربي في البندر؟ ابدا يا فندم، كلهم من النجوع والكفور المتطرفه. عشان دول مختلطين بثقافات وناس تانية، لازم يكونوا مولودين في كفور متطرفه، عشان هم دول اللي حققوا الامن والامان. بس مش امن وامان دوله العقيد توفيق شركس، لا، امن وامان قانون العقيد توفيق شركس نفسه، عشان هم دول اللي يحمونا من المثقفين الوحشين اللي مصدعيننا وعايزين يجيبونا ورا وما يخلوناش زي اليابان كده. وجهل احمد سبع الليل تحديدا في فيلم البريء هو كان جهل معمول بتوريه، يعني ما كانش جاهل عشان هو ما بيعرفش يفك الخط والمواصفات دي وبس، لا. تعال نبص على اسم الفيلم البريء، يعني الغلبان الطيب اللي على نياته، اللي ملوش لا في الطور ولا في الطحين. 3-4 كلمات لوصف كلمه البريء بس بيتقالوا بمعنيين. ممكن لو بنقول الكلام ده على واحد محترم طبيعي يتفهم معنى كلامك انه ماشي في حاله ومش مؤذي، انما في حاله احمد سبع الليل البريء هنا كان معناها الطيب والغلبان وعلى نياته عشان جاهل ومش فاهم حاجه. من نشأته والدته بتقول عليه مش نافع، زمايله في البلد بيسكعوه على
قفاه وبيسففوه الملح عند البقال. من الاخر كده هفق بريء. حتى بعد ما بيروح الجهاديه اللي بيعرف ان هي شرف وهيخرج منها بني ادم، لسه برضه البريء بريء، بينفذ اوامر وحاضر من سكات، وبيقول بعد كل امر يتامر بيه لدعم الاله المزعوم عليه: سيادتك امرت وانا لازم اطيع الاوامر ولا غلط يا فندم. احمد رغم اللي عمله واللي بيعمله واللي هيعملوه كتير في المعسكر، الا انك عمرك ما هتقدر تكرهه او تكره اللي زيه، لانه في الاول وفي الاخر بريء. تم الاستعانه ببراءته وجهله عشان يكبحوا جماح الناس الوحشين اللي عايزين يعطلوا عجله الانتاج والكفاح ومسيره العطاء. احمد مش مكانه انه يمسك سلاح ويهدد ارواح. احمد بيحب يمسك الناي اللي كان معاه في الغيط وبيروح بيه المعسكر، لسه بيعزف فيه وهو في الخدمه. حتى بعد ما اتسجن وخرج، الحاجه الوحيده اللي بتصبره وبتآنس وحدته هو الناي، انسب شخصيه تقدر تعاون فساد وظلم اي حاكم قاهر للحريه، لان احمد نفسه ما يعرفش اي شيء عن الحريه. الحريه الوحيده اللي ممكن يعرفها هي حريه النط في الترع، او حريته وهو قاعد في حمام بيتهم. هو ده مفهوم الحريه عند شخصيه احمد. فلا بد من العقيد توفيق انه يعظم هذا الجاهل حتى يصل الى عنان السماء. عشان كده بيترقى احمد سبع الليل ويبقى أنباشي بعد ما خلص على عدو الله وعدو الوطن. وبيصدق احمد نفسه اكتر واكتر انه قاهر اعداء الوطن من اول ما رجله خطت الوحده، لما قال فيها ايه لما نموت كل اعضاء الوطن اللي هنا عشان نرجع الغيط تاني. كلمتين كانوا حافظهم عن الجيش مش اكتر، بس براءته فهمته الموضوع غلط. ولما بينزل البلد في الاجازه عايش في حاله انكار تام. الناس تقول له يا ابني مفيش حرب ومفيش اعداء وطن، وهو برضه راكب دماغه، امال احنا بنحارب مين؟ ويرجع تاني الوحده وهو لسه احمد سبع الليل. وياخد لك عاطف الطيب شط لاحمد وهو بيسلم المشاريب للزياره اللي جايه تفتش على السجن، وكأن عاطف الطيب عايز يسمع احمد كلام غريب على ودانه. دي مصحه نفسيه احنا بنعالجهم فيها على طريقه كلها انسانيه. دول تانية بقى بيدفنوهم بالحي، لكن احنا حاجه تانية خالص. يكشي احمد يستغرب ولا حاجه ويقول ما بينه وبين نفسه فين المعامله دي؟ ده احنا لسه قاتلين واحد من كام يوم ولا حاجه، او يرتبك ويحس ان في حاجه غلط، الا انه بيكمل تسليم المشاريب ويطلع بره، لا يسمع لا يرى لا يتكلم. هو ده تمامه، اخره يقول تمام يا فندم من غير ادنى سؤال للنفس حتى. شط ذكي جدا، تطبيق مثالي للايه العظيمه اللي بتقول كمثل الحمار يحمل اسفارا. مش فاهم اي حاجه، بس لابد يوم انه يفهم، ولابد يتحط في اختبار يحكم فيه عقله اللي كان معمول له تيرن اوف لما بيشوف حسين وهدان صاحبه اخوه ابن جهته اللي مولود في نفس جمعته مصيره اتحتم خلاص، بقى من اعداء الوطن اللي احمد بيضرب ويسحل ويقتل فيهم هو والباقي بكل جهل. هنا كفه العقل والقلب اول مره يطبوا سوا في نفس الناحيه، ضد كفه جهل احمد باللي كان بيعمله واللي كان متصور بيه انه بيخدم البلد. وقرر يقف قصاد كل حاجه ويتحداها، عشان كده بيتجلد زيه زي اللي كان بيجلدهم من دقيقه، ومصيره بيبقى نفس مصيرهم. وهي دي القصه ان اسمه احمد. فاكر لما قلنا على احمد في فيلم الارهاب والكباب قبل كده؟ يعني احمد هو عموم الناس والاسم الدارج بين كل الخلق. اي شخص فينا ممكن يتم تجهيله ويتم تعظيم جهله على اساس انه قمه في خدمه المصلحه اللي بتقضى، الا ان احمد واللي زيه مش هيفوق من جهله غير لما يتلسع على قفاه نفس اللسعه اللي بيلسعها على الافيان اللي قصاده زي ما حصل معاه. ساعتها مش هيبقى احمد اللي كان طيب كان حنين، وقتها هيطلع الجزء اللي مش بريء كبير. يعني بص اعتبر السنتين اللي فاتوا دول بصوت عمرو دياب يعني. احمد وقتها بقى مش هيبقى احمد، هيطلع من جواه سبع الليل اللي كان مدفون. عشان كده احمد بعد سجنه وبعد تجربته للمر اللي شافه كل ما يسمونه باعداء الوطن، لما بيشوف اعداء وطن جداد جايين في عربيه الترحيلات بيصرخ بعلو صوته تعبيرا عن تمرده ورفضه لمصيرهم المحتوم، زي اخوه وصاحبه اللي مات واللي هيموتوا واللي بيموتوا. وللعلم قصه الفيلم مستوحاه من مشهد حصل لوحيد حامد نفسه لما كان في انتفاضه العيش ايام السادات، واللي الرئيس الراحل وقتها قال عليها انتفاضه الحراميه. وقتها وحيد حامد لما نزل كان عساكر الامن المركزي بيضربوا وبيلوشوا في خلق الله. وقتها شاف عسكري بلدياته من منيا القمح كان بيضرب في المتظاهرين زي احمد سبع الليل وزمايله. ونهايه الفيلم كمان اتغيرت، النهايه الحقيقيه كان بدل صرخه احمد كان احمد هيضرب كل اللي في المعسكر وهيموت على ايد حد من زمايله البريئين. ولكن هنا الصرخه كانت كافيه ووافيه وشافيه ان هي تشرح كل حاجه، زيها زي صرخة حسن بهلول في نهاية اللعب مع الكبار. قلنا من شوية في المقدمة ان الجهل ما بيفرقش بين غني وفقير، احيانا بين جاهل ومتعلم، زي اللي حصل مع مستطاع الطعزي استاذ الفلسفة اللي كان بيدن في مالطا بمحاربة الغلاء بالاستغناء ايام ما كان بينحت في الصخر، الا ان بسبب الجهل اللي موجود في كل طبقات المجتمع كان هيموت بسبب جشعه الاستهلاكي اللي جه بسبب لعبه بالبيضة والحجر. رحلته مع الجهلة من اول اللي شغال قهوجي واللي شغالة غسالة على ايديها، وصولا لاسياد وسيدات المجتمع الشيك ورجالة الدولة
الدولة لحد الحكومة نفسها. القصة هنا في الجهل ان هي بتبتدي من حاجتين صغيرين ما بيفرقوش ما بين متعلم وجاهل وغني وفقير وتخين وقصير وطويل ورفيع. الخوف غريزة متأصلة موجودة بلت ان جوه الانسان، زيها زي الغرائز والرغبات التانية، زيها زي الاكل والشرب والحب والكره والجنس. الخوف من بكرة، من شيء، من هاجس، من ايا كان. والضعف، خلق الانسان ضعيفا. ضعف وقصور الانسان في التفكير. الضعف مع الخوف هيخلوا الانسان ايا كان طبقته ومستواه التعليمي يسلم نفسه للايحاء، لأي خرافة، لأي دجال. إحصائية كده على الماشي، المصريين دفعوا في 2017 تقريبا 15 مليار جنيه للدجالين والمشعوذين، وفي 2021 الصحف عدلت الرقم ده وخلته 40 مليار جنيه الناس بتصرفه مع الكلام الجميل ده. وللعلم ده الرسمي وده اللي اتسجل وده اللي الحكومة قفشته، وما خفي كان أعظم. وغير كده 2017 21 كان في استقرار نسبي شوية، لكن دلوقتي بعد تعويمات وانهيار عملة وإلخ بيزيد الخوف في قلوب الناس وبيزيد رعبهم من بكرة، والضعف والاستسلام للإيحاء هو اللي قوانينه بتحكم. شوية أحداث حصلت كده في كام سنة تخلي دماغك تدخل في تخيلات ما ورائية وتقول إيه ده؟ يعني ترى بيدفع كام النهارده للناس دي؟ الخوف والضعف بيخلقوا الإيحاء اللي بوجوده جوه عقل الإنسان بيخليه يستسلم لأي مستقبل من المستقبلات. زي بالظبط لو شفت فيلم رعب ومرة واحدة جت نسمة هوا هزت شباك أوضتك، هتقول إنهم حضروا وتشغل عدية ياسين وتقرا آية الكرسي. لو حد قالك اهدى وخد السيجارة دي وانت على آخرك، بكلامه ليك بس هتهدى وتطمن شوية. ولو انت متعصب وقعت إزازة المية عليك هتبقى على آخرك أكتر وأكتر. هو ده الإيحاء. زي القهوجي اللي كان مش عارف يقعد مع مراته، بس حد قال له كيفية التعامل مع الست وازاي تكون راجل، فبقى 100 فل و10. هو إيحاءه مخليه عايز يسمع كلام معين يخليه حلو ومأحلي والدنيا تمشي حلوة وتبقى زي الفل. زيه زي الغسالة اللي فاكرة ان هي مربوطة بعمل مدفون على ظهر نملة يا عيني الصحراء مش عارفين يعتروا فيها من كتر ما بتسعى في بلاد الله بالعمل اللي عليها. ولكن مستطاع استخدم نفس الحيلة مع الغسالة، اتشيكي وحلوي، وتاني يوم لقت عريسها اللي قدر جمالها اللي كان مدفون. وبعد ما طلعت السما برضه زي ما هي لسه فاكرة ان مستطاع هو اللي فك عقدتها. الناس عايزة اي حد يضحك عليها وخلاص، عايزة حد يشتغلها. زيها زي الغني ما فرقتش عنه حاجة، اللي اتعلم وترستق وسكن في قصور. ورجالة الدولة هنا كانوا بمثابة اسقاط على الحكام نفسهم، اللعبة اللي بين جاسر صهوان وصالح فياض. اسقاطا ان حتى الحكام نفسهم اللي بياخدوا بالاسباب وبالتاريخ وواحد زائد واحد يساوي 2 هم نفسهم مقتنعين ان الاستناد لحاجات غيبية ممكن ينفعهم في حكمهم، وهم برضو اللي مفكرين ان الجهل ده ممكن يشفي بنته من مرض مميت احتار فيه الاطباء. تخيل الفيلم ده عدى عليه اكتر من 30 سنة ولسه في ناس مصدقة ان يوم انت اتولدت فيه بسبب علاقة حصلت من اب وام من 9 أو 7 شهور، فاليوم ده هيربطك ببرج يبقى مكتوب عليك طول حياتك انك هتفرح وتتألم وتتعذب وتتهنى بسبب يوم حصل في كوكب الارض اللي انت اتولدت فيه. حظك اليوم برج العذراء والاسد، لما بتفرح قوي، وبرج الميزان والجدي يا ويلك منهم، هم دول بقى لما بيزعلوا يعني بيزعلوا قوي جدا خالص. يعني معروفة يا شباب ان 1 زائد 1 يساوي 2، وقوانين الرياضة والفيزياء وكل حاجة في الدنيا بتقول ان النتائج ليها مسببات، فما ينفعش ان ننسى مسببات الكآبة او الفرحة او حتى صفات البني ادم اللي احنا كده بنكتسبها سواء من اللي حوالينا او معدل الكتب اللي بنقراها، وكل ده في الاخر نلبسه اليوم احنا اتولدنا فيه، فيتكتب علينا طول حياتنا صفات مش موجودة اساسا، بس عشان احنا عايزين نريح دماغنا فنصدقها كده وخلاص. يعني لسه بعد كل السنين دي بيطلع لنا ناس مسمين نفسهم علماء ابراج وحظك اليوم ويتنبأوا بكره وبالسنة الجاية وبإطاحة الحكم لملك احدى مجاهل مقاطعات اوروبا الاسكندنافية، وكل ده لسه في ناس بتشتري. بص ايوه هتوصل لكاس العالم، هتوصل بس حاجة بسيطة يعني معرفش ايه بتوع الروح يعني. عادي جدا لما بنخاف بنسلم نفسنا لاي حاجه تطمنا، حاجه تحسسنا ان بكره هيكون احسن، حاجه تحسسنا ان حظ برج العذراء اللي كان وحش السنه اللي فاتت نفسنا نسمع انه هيبقى احلى الحظوظ، وجراجنا يبقى فيه ماكلارين وفراري السنه دي. افتكر في يوم من الايام ان في شخصيه كانت رافضه التعامل معايا بشكل شخصي عشان قال ايه انا برج معين، ولكن بعد مرور الزمن والمواقف لما اتعاملت معايا الشخصيه دي قالت لي سبب رفض التعامل معايا من البدايه. الفكره ان لما قلت للشخصيه دي ان يوم عيد ميلادي هو يوم مختلف عن اليوم اللي اتكتبت فيه في بطاقتي واللي موجود على الفيسبوك، قالت لي والله كنت حاسه انك برج كذا برضه لسه. طيب نرجع تاني للبيضه والحجر ونفكنا من المسائل الشخصيه. ولو خدنا بالنا يا سيدي هنلاقي ان الدجال بيعرف زبونه، يعني زباينه القدام كان جهلهم بدائي حبتين، دجل وشعوذه وعمل معمول لي على رجل جمل، انما جهل الطبقات الاعلى في الفيلم كان في الفنجان في الابراج ونسينا البشعه. غريبه الكلمه صح؟ فاكر مشهد السكينه ده؟ ممكن بالنسبه لك يكون مشهد كرتوني وغير مقنع ان واحده تعترف بسرقه عشان تنجي نفسها ان لسانها يتقطع. المشهد الحقيقي منه بقى حاجه اسمها البشعه. البشعه دي سكينه او آلة حاده بتتحط في النار او في الحطب، وبيتحطوا المتهمين والدجال قصادهم واللي لسانه يتحرق فيهم لما البشعه او السكينه تتحط عليه، هو ده بيكون الشخص اللي حكمت المحكمه حضوريا عليه انه ارتكب الجريمه. تخيل المرعب اكتر يا معلم انك لو خدت عربيتك او ركبت الاوتوستراد بص كده هتلاقي كم
اعلانات رهيبه على الجدران لناس دجالين بيشتغلوا بالبشعه، وكل ده على المرأة والمسمع، وعد يومك يا ريس، وكلهم كاتبين ارقام تليفوناتهم وعناوينهم كمان. وتقريبا كده احنا اتكلمنا عن معظم شخصيات الفيلم اللي مسلمين نفسهم للجهل، ونسينا اهم شخصيه المجتمع نفسه. نرجع مثلا للمحقق اللي كان بيحقق مع مستطاع في البدايه. مستطاع اتحقق معاه مرتين بالعدد، ايام لما كان بيحارب الغلاء بالاستغناء المحقق استنكر كل كلامه، قال ايه عشان صاحب مبدأ، واتريق على كلامه واتهمه بالشيوعيه، مع انه ما يعرفش ايه مبادئ الشيوعيه اصلا. استنكر كل الكلام الفلسفي اللي عند مستطاع، وفضل مصلحه الكانتين اللي كان واقف بسبب تفتيح مستطاع لمخ الناس. والمره الثانيه محقق المديريه اللي كان موجود ما كانش فاضل غير انه يقوم يعبد مستطاع اللي ما بينزلش من بيته غير لما يبص في حظه اليوم اللي مكتوب بخط ايد مستطاع، عكس تعامل محقق المديريه في نص الحدوته لما كان بيوبخ سباخ اللي بالنسبه له هو دجال صرف. بس مستطاع عرف يزين الكلام وعرف يبيع كذبه للناس احسن من سباخ اللي اخره يقول كلام كليشيهات. الحكومه والمحققين ما عجبهمش الكلام الفلسفي اللي مبني على علم ومنطق، بس خال عليهم الكلام المتزوق المعسول، مع ان مستطاع نفسه قال ان هو دجال. وفي النهايه الكدابين واحد، بس مستقبلات الايحاء عند الناس مختلفه. لو قلت لي كلام كذب بس هيطمني بطريقه شيك اكيد هطمن. وفي نهايه الحدوته حتى مدير الامن نفسه بيستغفر ربنا على الكلبشات اللي في ايد مستطاع اللي بياخد ببركته وكرامته. اخر فريم في الحدوته بيقفل على اللواء مدير الامن ومستطاع سوا كتعبير عن ارتضاء كل الناس في البلد، من اصغر حد لاكبر حد لحد الحكومه نفسها بالجهل. الحكومه اللي رضيت بالجهل اللي حاصل في كل انش في المجتمع، بل وكمان بركه الجهل ده. زي ما الحكومه قررت تجهل الناس بوضعها المرير وتنيم الناس في العسل، النوم في العسل، النوم في ميه البطيخ، وقررت تعتم وتخفي وتخبي كل المرار اللي شايفاه الشعب. قلنا من شويه ان الجهل مش لازم يكون جهل قرايه وكتابه وجهل بالاشياء. ساعات الحكومه بتعتمد على اخفاء الاوضاع الحقيقيه عن شعبها عشان ما يحصلهاش مشاكل. من مصلحتهم ان الناس كلها تبقى نايمه في العسل ومش عارفه ايه اللي بيجرى ومنين يودي على فين، خصوصا لما يتعلق الموضوع بحاجه مهمه جدا زي القدره الجنسيه. فايحاء الناس وقتها هيدفعهم للجهل ويدوروا على بين قوسين الطب البديل، ويبقوا ضحيه الدجال اللي هينهبهم. يجيبوا فرخه ويرموها، بس اهم حاجه يخلوا ريشه من قطرها معاهم عشان هي دي اللي هتشفي العليل من علته. اصل الفكره في ايه؟ في المجتمعات الفقيره اللي مفيش حاجه تبسطهم غير دعوه حلوه وكلمتين حلوين، زي ان نفسهم ينزلوا بوستات كواليتي تايم مع هاشتاجات انستا لايف وانستا فريندز، وتشيك ان في اماكن مليئه بالكهارب الملعلطه والشواطئ لبنيه اللون فضلا عن الشواطئ خضراء اللون. لكن في حاجات تانية بتبسطهم ببلاش، زي الجنس. هو الشيء الوحيد اللي بيفرز هرمون دوبامين ببلاش، بدل ما تشتري حاجات تبسطك غاليه زي الخروجات او الوجبات السريعه. هو الشيء الوحيد اللي وقتها بيفرز هرمون الحب. هو من الاخر افيونه الشعوب الفقيره، النيكوتين اللي مش هيضر ومش هيدفع فيه جنيه. بيسالوا الناس كل شويه هو الناس دي بتخلف كتير ليه؟ طيب ما لو عرفناهم الحياه او كيفيه الاستمتاع بها وعيشناهم عيشه اي انسان تاني عايش معيشه ادميه، ولقينا حياتهم بالمتع اللي بين قوسين اساسيه عند اي شعب فوق اي ارض، ما اكيد مش هيخلفوا كتير. اكيد حياتهم هتتلاقي في حاجات تانية اهم. المتعه اللي بتحصل في الوقت ده تحديدا هي الحاجه الوحيده اللي بيتكيفوا بيها ببلاش. الموضوع خطير. القدره الجنسيه هي الحاجه الوحيده اللي مصبره كل الناس دي على بكره. لما تتكلم في الموضوع ده ما تهزرش، دي حاجات ما ينفعش اصلا الهزار فيها، زيها زي الاكل والشرب. هو في اصلا انسان يقدر يعيش من غير عواطف؟ انزع العاطفه من اي مخلوق خلقه ربنا، وبعد كده توقع انك تشوف كل حاجه وحشه. الاراده تموت والرغبه في الحياه كده. عشان كده الناس ما تسكتش، الناس ما تقدرش تعيش من غير عواطف، خصوصا لما العاطفه بتاعتها تبقى موجوده بس الفيشه بتاعتها متشاله. الشعوب الفقيره نفسها تحب ان هي تبقى جاهله بمعلومات معينه، زي انه ما يقبلش خالص انك تحط له على علبه السجاير ان التدخين يؤدي الى العجز الجنسي. لكن تمام، مفيش مشكله لو شفنا واحد رئته خارجه منه واتكتب على العلبه ان السجاير تؤدي الى اي سرطان في الدنيا ويسبب الوفاه. هو والله يتجاهل كل الكلمات دي ومش بعيد ياخد سيلفي جنب العلبه اللي شكلها تجيب تلبك معوي. انما ما تهزرش وتيجي جنب الحته دي عادي، سيبني بجهلي وانا هبقى راضي ومبسوط منك قوي. ولكن اللي حصل هنا ان الحكومه فضلت مكابره في تجهيل وضع محسوس وملموس لكل الناس بدل من انهم يشوفوا المشكله فين ويحلوها. عشان كده كله اتجمع في نهايه الفيلم ضدهم وقالوا بصوت واحد يجي عليك فينا يا حضرة، ملهاش لازمه الاسئله، ما انتوا طول عمركم بتسالوا ومحدش بيرد عليكم. اللي عايز العلاج يقول ورايا بدل من اول الحدوته مواطن عادي بسيط واجه المشكله لوحده، والقطر داسه وهرسه وخلاه صباع كفته. وهي دي كانت قصه الفيلم، ان ايا كان طبقه الشعب فقير غني مثقف جاهل، ان تعمد تجهيل الناس واخفاء الحقائق عنهم ممكن يؤدي لكوارث كبيره زي الجنان مثلا وزي الزران والاعمال والنصب ده. لكن محصله كل الكلام ده في الاخر ان الضغط يولد الانفجار، والناس في الاخر مش هتسقط على اي وضع فيه تجهيل. والجنس هنا طبعا كان شيء اعتباري ومش هي القصه اللي بيدور فيها الفيلم. الجنس ممكن تعتبره تعتيم وتجهيل الناس على اي فساد داير، غلا، ازمه فراخ، ازمه كهرباء، ازمه بنزين، ازمه سولار، ايا كانت الازمه انت كده كده هتترجمها في اي وقت وفي اي زمان. ولكن
الفيلم تم تصوير فيه الجنس ان هو القالب السياسي اللي داير عليه الفيلم، عشان دي غريزه زي ما قلنا اساسيه عند كل الخلق، بل ممكن كمان تكون اقوى غريزه، هي اللي بيها الانسان بيكمل، هي اللي بيها بنضمن صحه وسلامه النوع، وهي اللي من غيرها الانسان هيموت ويفنى او يبقى مسخ. ولكن الغرض منه ان تجهيل الناس والتعتيم على قهر الشعوب، والشخص الدجال اللي الناس بتروح له ده عشان يستغلها هو بمثابه اي حد بيستغل اي كارثه بيقع فيها اي شعب، اتساب واترمى لكل من هب ودب ينهش فيه، وفلوسه بيتم استغلاله وقتها اثناء الازمات، زي اللي بيبيع لك السجاير الكليوباترا ب 55 جنيه كده. ويعتبر ده الفيلم الوحيد اللي كان فيه مباشره في قصه التجهيل، وان الشعب في النهايه صار على الحدوته البايخه دي. وبمناسبه الجهل والخرافات والطب البديل، فيعتبر من اول الحواديت اللي ناقشت القصه دي رائعه يحيى حق قنديل ام هاشم. هتعمل ايه لو قلت لك ان سر البات عم هاشم هيشفي لك العليل من غير دواء ولا تحاليل؟ مقام في مكان لا يعلم احدا عن ما بداخله، واللي مش بعيد ما يكونش حد جواه اصلا، ولكن جواه البركه كلها، جواه الزيت اللي هيحل مشاكل الدنيا والاخره، وهيشفي كل الامراض وهيحقق كل الامنيات، واللي هيعمي فاطمه واللي زيها باذن واحد احد. الفكره هنا ان اسماعيل لما سافر المانيا وتعلم الطب ورجع وشاف الجهل ده لسه سايد بلده، لا وكمان زيت القنديل كان سبب في ان فاطمه خطيبته نور عينيها يروح، اتجنن. القصه مش في كده، القصه في المعضله اللي سابها لنا يحيى حق. فاسماعيل لما رجع من المانيا وقال انا ما يعجبنيش الحال المايل ده وكسر زيت القنديل، الناس كسرت عظمه عشان اتسب الهتنا. والمعضله هنا كان بارتضاء اسماعيل بانه ياخد الناس على قد عقلها ويقنعهم انه بيعالجهم بزيت القنديل، عشان بكل بساطه خطيبته جالها العمى بسبب اختلاف الثقافات اللي مر بيه اسماعيل، عشان دخل سخن عليهم، هد كل معتقداتهم بتكة زرار، المعتقدات اللي اتولدوا عليها وكمان بيربوا ولادهم عليها. حتى المقام بتلاقي فيه اطفال وناس عواجيز، تعبيرا عن اختلاف الاجيال وبرضه توارث الاجيال للجهل الموجود. فبيضطر اسماعيل اسفا انه يتخلص من الغطرسه اللي جات له بسبب النقله الحضاريه اللي حس بيها لما رجع من المانيا، واضطر يضحك على الناس، يعالجهم العلاج الحقيقي للرمد والعين، بس يقول لهم انه بزيت القنديل عشان يحترموه، انه بيحترم المقدسات الموروثه بتاعتهم، وهو كمان كده كده بيعالجهم. وكده يبقى مسك العصايه من النص. ويحيى حق قال عن الجزء ده كل نور يفيض اصطداما بين ظلام يكثم وضوء يدافع الا هذا القنديل بغير صراع، كتبرير عن الصراع اللي كان جوه اسماعيل اللي اترفض من كل الناس عشان بيهد موروثاتهم اللي قايمه على الجهل، فكان لازم يقنعهم بالجهل نفسه عشان يقدر يعالجهم. زي ما استاذ محمد في الطوق والاسوره ما قدرش يقنع الناس بالطاحونه اللي كانت هتريحهم من المروح والمجي، اعتقادا منهم ان الطاحونه بتشتغل بموت الاطفال كانها قربان، والطريقه اللي بيجيبوا بيها الاطفال هي طريقه الصوفه اللي منها نداري على العجز الجنسي للرجاله وشكلنا الوحش قدام الناس لو ما خلفناش، عشان عدم الخلفه عيب مثلا او حرام. حتى الحداد كان قصاد الناس فرحانه اللي جت من فهيمه، تمام ما انكرهاش عشان ما يبقاش شكله وحش قصاد الناس. ما هو ما ينفعش يقول ان بنت مراته اللي طلقها بسبب مروحه عشان خلفت بالصوفه مش بنته، عشان صورته ما تتهزش قصاد الناس، ولكن من جواه هو ما اعترفش بفرحانه. حتى كمان كتب كل املاكه باسم اخته عشان لما يموت ما يروحش لبنته المزعومه اي ورث. حتى حزينه ام فهمانه وجده فرحانه، الجهل خلاها تودي بنتها المعبد عشان تحمل بالصوفه وتبقى فرحانه قوي بحمل بنتها بعدين، الا انها بتبقى حزينه زي الاسم اللي متسملها في الحدوته، عشان حفيدتها حملت عن طريق الزنا لما الولد اللي كان بيحبها ضحك عليها، مع ان الطريقتين تعتبر زنا والاتنين يعتبروا حرام، الا ان الجهل خلاها تتقبل فكره الخلفه عن طريق الصوفه. تخيل الطريقه دي لسه بيدفع فيها فلوس والافات وكله تحت ايدين الدجالين البركه اللي بركتهم موجوده لحد النهارده. وطلعت نفس الطريقه دي لو تفتكر في السبع وصايا. وطبعا مش معنى اني بقول لك ان تناول نفس الشيء في الدراما او السينما لحد دلوقتي معناه استمراريته، لا هو كده كده مستمر. ارجع حتى لقصص احمد يونس هتلاقي الناس اللي عندها مشاكل في الانجاب بيقولوا راحوا لمين وطلبوا منهم ايه عشان يساعدوهم في القصص دي. هتلاقي كوارث حرفيا. واحده قبل كده بتقول حماتي خدتني في القبر قبل الفجر ورمتني جواه وقفلت عليا الباب من بره. قال ايه الخضه اللي هتجيلي لما اكون وسط الميتين هي دي اللي هتخليني احمد. عموما نرجع للفيلم. الحكاوي اللي بتتحكي تشيب الراس، والجهل اللي خلى كل الناس تتسوى بالتراب. فهيمه اللي ماتت على ايد حد بركه قتلها بعلاجه اللي قايم من الجهل لما صابتها الحمى. فرحانه اللي ماتت على ايد ابن عمتها اللي ما صدقش ان البنت اللي حبها حبت غيره، وما كانش عند حزينه اي مانع تشوف حفيدتها بتتقتل قصاد عينيها عشان هي بالنسبه لها غلطت مع ان بنتها ما غلطتش. وفي النهايه الجهل ما ماتش، الجهل لسه قوانينه سايده، والجهل ليه حواديت كتير وافلام كتيره ما اظنش اننا هنقدر نكفيها في حلقه واحده. ولكن الشاهد هنا ان الناس بتستسهل تلغي عقلها، بتستسهل تشيل نفسها من معادله الدنيا. سهل جدا اقول لك ان كرب حياتك كله معمول بسبب عمل. لو انت ضعيف او خايف او عايز يضحك عليك او تصدق، انت فعلا كده كده هتصدق عشان بس تريح دماغك وتلعن اللي عملوه
عاملهولك وخلاص، اللي هو مش هتبقى عارف هو مين ولا عاملهولك على رجل جمل ولا على بيت اللوح في تبيعها عند الجزار. لكن كل اللي محتاجه انك تشغل عقلك وتدخل في المعادله وتغير حياتك. لو حياتك كرب شوف لها حل، زود مهاراتك، ازرع شجره، ارسم بقره، اعمل اي حاجه، بس ما تدخلش كل شويه تتفرج لي على واحد على النت جايب ابن اخته وبيقعد يتشنج ويقول لك طلعنا منه 3 قبايل وعشيرتين وتقريبا الواد عنده سخونيه اساسا. احنا كده خلصنا خلاص، دمنا مشغلين دماغنا، سلام عليكم. لو انت هايص قوي كنت لايص، لو انت هايص قوي كنت لايص، تعالى يلا نشوف الهجاي.